يسعدني أن أرحب بأجمل أهلي اسم جمهورية التنمية وجمعية التكافل لعلاج السجناء في هذه الندوة العلمية التي نلتقي فيها اليوم تحت عنوان العقوبات البديلة في التشريع الجنائي الدولي الإشكالات الراهنة والآفات الاستقلالية من اختياري والأكاديميين الذين هم يهتمون في هذا الشق بالقانون الجنائي. بطبيعة الحال كما تعلمون أن جمعية خطوة من أجل التنمية وجمعية التكافل لإعادة إدماج السجناء حاولت على التركيز على هذه الندوة لأن القانون يجب أن يفهمه الصغير قبل الكبير. لهذا لجنات بشرية التي تهتم بمجموعة من القضايا. أعطي كلمة لرئيس جمعية التكافل لإعادة إدماج السجناء السي هشام ليعطي كلمة ترحيبية. يشرفني مستهل هذا اللقاء المبارك وأرحب بكم جميعا ضيوفنا الكرام باسم جمعية التكافل لإعادة إدماج السجناء وجمعية خطوة من أجل التنمية. بشرفنا مع مجلس مقاطعة السجون في هذه الندوة التي نلتقي فيها اليوم لتسليط الضوء على موضوع بالغ الأهمية: العقوبات البديلة في التشريع الجنائي الوطني، الإشكالات الراهنة والآفاق المستقبلية. إن هذا اللقاء يشكل محطة فكرية وقانونية لمناقشة سبل تطوير المنظومة الجنائية المغربية بما يتماشى مع متطلبات العدالة الحديثة ويعكس التوجه الإنساني والإصلاحي الذي يميز السياسات العمومية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في سعيه الدائم إلى إرساء أسس العدالة التصالحية وتحقيق الإدماج الاجتماعي. كما تعتبر هذه الندوة مناسبة تبادل الرؤى بين مختلف الفاعلين القانونيين والحقوقيين والاجتماعيين من أجل الوقوف على الإشكالات الراهنة التي تعيق تطبيق قانون العقوبات البديلة في أرض الواقع. وشكرا لجمعيتكم الدعوة ومساعدتكم في الإجابة.